يا صباح الخير، تعالوا نعمل صينية بطاطس بالفراخ بتتبيلة مميزة جدا، ممكن تكوني ما عملتهاش قبل كده. وعلشان احضر التتبيلة استخدمت نص كوباية من عصير الليمون، معلقة كبيرة من الثوم المفروم الناعم، 3 معالق كبار من دبس الرمان، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ممكن تستبدليها بطماطم مبشورة، ربع كوباية من المية، زعتر فريش ده لو عندك، ملح، معلقة كبيرة من توابل الفراخ البودر، معلقة كبيرة من البابريكا سواء حلوة او مدخنة، معلقة كبيرة من الزعتر، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والكمون والكاري والكركم والسبع بهارات. وهتبل الفراخ، ويا ريت لو قبل بيوم تقدري بقى تستخدمي اي نوع خضار انت بتفضليه. انا استخدمت بطاطس وبصل وطماطم وفلفل، هحط عليهم رشه من الملح، رشه من الكمون والفلفل الاسود والكاري والبابريكا، ربع كوبايه من الميه، هقلبهم مع بعض وبعدين هرص الفراخ وهغطيها وادخلها على فرن سخن جدا على درجه حراره 200 في الرف التاني من تحت. وبعد ساعه هخرج الصينيه من الفرن واشيل ورق الفويل وهرجع ادخلها الفرن تاني، بس المره دي هحطها في الرف اللي في النص لغايه لما تكمل التسويه بتاعتها والفراخ تتحمر. وبس كده، والطريقه بالتفصيل يا تحت الفيديو يا اعلى الصفحه.